اللي يخليك تسمع التراك ده وتقول جامد، يخليك تقول زاب ثروت احسن رابر في مصر. اقول لك يبقى لك ازاي ان ابو الانوار مخيش. كلام كتير عايز يطلع بس مش قادر. وهلا والله يا الخوت، ورجعنا لكم بفيديو جديد اهو. ابو الانوار مش ناوي يهمت شويه ويطول باله كده ويشرب للسهاري والحاجات دي. الراجل لسه منزل البوم 15 تراك، ويوم ينزل تراك كمان فيديو كليب مع عصام صاصه. فالحوار ده محتاجك انك تعمل لايك. شوف جبتها لك ازاي، شوف والله العظيم بجد شفت جبتها لك ازاي. قدر انت بقى واعمل لي لايك. قدر انت بقى لو مش انا في 80% من اللي بيتفرجوا عليا مش عاملين سبسكرايب. ده التراك عنده فلوس. انت عايزين فلوس؟ لا لو ليكم عنده فلوس قولوا لي، لو عايزين فلوس برضه قولوا لي. اعمل لايك واعمل سبسكرايب، اعمل الحاجات الحلوه دي، ويلا بينا نخش نتحنيك على تراك العصابات. مهرجان عصابات ابو الانوار وعصام صاص. يلا بينا يا زميلي نوال. مبدئيا كده يا زميلي احنا داخلين نشوف ابو الانوار اللي هو الشاكوش والكروان بيعملوا ايه. احنا داخلين نشكل ولا داخلين نبريك دانس؟ اسمه ايه بتاع الراب ده؟ ما اعرفش اسمه ايه. نيجر تقريبا، نيجر. فانا مش عارف احنا داخلين نعقب ولا ندق ولا النيجر ولا الحاجات دي. احنا مش عارفين احنا داخلين نعمل ايه. هو التراك قدامي اسمه مهرجان، فانا متوقع انه يكون مهرجان، وخصوصا انه المزيكا معموله من اتنين، اسامه طارق اوزي، وده بصراحه انا ما اعرفوش يعني. مش قصدي حاجه وحشه والله العظيم، بس اللي عامل برضو ميوزك بروديوس. يعني في ميوزك برودكشن وفي ميوزك بروديوس. ما تركز على الانجليزي بتاعي عشان بعافيه شويه. فالمهم يعني اللي عامل الميوزك بروديوس كيمو الديب. ففي اتنين بمعنى صح على البيت. فاحنا ندخل نشوف ونسمع ونشوف بقى اذا كنا هنعقب ولا لا. انا بصراحه مش عارف، انا عندي احساس بالتعقيب، بس يعني احنا ندخل ونشوف بيقول ايه. قولك كروان رايق. لا دخلت عصابات، انت فاهم يعني. في ضلمه، في شمعه، في راجل امن، في ضلمه تاني، في مزيكا اشتغلت. مش عارف اذا كنت انا سمعت غلط ولا لا. حالتي 100 ولسه طافي السيجارتين. الواد ده سايح خالص كده زي الايس كريم. انا وصوصه على القمه بنسال انتوا فين. حافظين احنا اللعبه ده، احنا مقفلين الجيم. مش عارف انا مش عارف اجيبها لك ازاي. مش عارف. احنا ندخل نشوف الليركس اللي قالها ابو الانوار عشان افهمك بس وجهه نظري اللي انا عايز اقولها. المهم يعني عندك ابو الانوار كده هو اللي بيبدا التراك. فبيبدا التراك بقى بيقول لك ايه؟ حالتي 100 ولسه طافي السيجارتين. دي عاش، بس اتمنى ما تتكررش تاني. الواد ده سايح خالص كده زي الايس كريم. ماشي. انا وصاصه على القمه بنسال انتوا فين. اسم عصام صاصه عشان معاه في التراك. ماشي برضه حافظين احنا اللعب، احنا مقفلين الجيم. يعني شويه 4 برات كده بيفرش للتراك. عصام صاصه داخل وراه. المجال ده بتاعي كله، الترند انا مش بحله. انا مش ببعت حاجه لحد، انا اللي بشوفه على طول بقوله. طبعا الكلام اللي بيقوله عصام صاصه انت مش محتاج مني ان انا ممكن اردده لك واتحنيك لك عليه، بس احنا موجودين هنا في التراك ده او في الفيديو ده عامه عشان اشوف ابو الانوار بيقول ايه. وبصراحه انا ما كنتش متوقع. ما كنتش متوقع خالص. يا محمد تعالى. الاداء ده من ابو الانوار ما جاش. ابو الانوار ما جاش على التراك، انت فاهم. انا عايز اقول لك ايه. كله يرفع ايده فوق عشان انا وصوصه جينا وهنخرب المكان. يا اسطى بجد نفسي اعرف انتوا ممكن تاخدوا كام كده وتبطلوا كلام. يعني مثلا دول اول 4 برات ابو الانوار قالوا. تعال نشوف تاني شويه برات برضو ابو الانوار قالوا. كله يرفع ايده لفوق عشان انا وصوصه جينا وهنخرب المكان. انت فاهم يا اسطى الفلو عامل ازاي؟ فاهم يا اسطى الفلو مايع. مش عارف اقول لك مصطلح عليها من غير اساءه. انا مش عايز اسيء يعني. انا يعني ده فلو بجد، ده صوت، ده فلو. طب ازاي يا اسطى؟ بجد نفسي اعرف انتوا ممكن تاخدوا كام وتبطلوا كلام. وبعد كده سخن بقى. بعد كده رجع ابو الانوار اللي احنا نعرفه علينا من ساعه ما علينا. بس داخل برضه في سكه مهرجان، لان زي ما انا كنت متوقع بما ان التراك اصلا اسمه مهرجان. انا انت عارف انا بتخيلها يعني لو اسم الاغنيه اللي قدامي دي تراك فبيكون مرمر الراب. مهرجان هو اكيد مهرجان. بما ان التراك معنى صح اسمه مهرجان، فابو الانوار مش عارف انت اللي هو مش مكلف نفسه ومش تعب نفسه انه يرضب ليه انه يراب. انت فاهم يعني مش جايه معاه. هو نازل في مهرجان، فنازل يشك، نازل يعرض بس بطريقه راب. علينا من ساعه ما علينا وعينكم علينا فما بتناموش. شاكوش وجينا لو شفنا بفتكوا هنمد احنا ايدينا ومحدش يحوش. فما اكدبش عليك ما جاتش يعني. هي اول دخله ليه بصراحه اللي كانت حلوه ومظبوطه مع البيت. وما اكدبش عليك برضو يعني انا مش شايف لازمه خالص لاوزي وكيمو الديب على البيت. يعني كفايه واحد. ما اعرفش هم
عاملين البيت ازاي مش هتدخل في حاجه زي كده، واكيد برضو انا مقدر تعبهم في بيت زي كده او مقدر شغلهم في بيت زي كده، بس البيت مش بمقام اللي بيتقال عليه، مش قوي زي اللي بيتقال عليه بمعنى صح، وخصوصا من عصام صاصا. سيبك من ابو الانوار، انا دلوقتي مش هنتكلم على ابو الانوار، اركن ابو الانوار على جنب. عصام صاصا انت خدت بالك ده العادي بتاعه، بينزل طب بصوته بيخليك تنتحر والدنيا والزمن والصحاب والدنيا اللي عايشينها، انت فاهم يعني، بينزل بيكرهك في نفسك اكتر ما انت كارهها. الحياة مشهد حزين عمري كله لقطتين، لقطة حزن ولقطة جرح، حزن من تعب السنين. فالمزيكا مش مدياني الاحساس، انت يعني حتى عارف انت اللي هو المتلخبط في مشاعره، اللي هو ممكن يعيط وهو بيرقص. انا مش عايزه تيجي معايا، بس بحاول افايب على التراك باي طريقه والله العظيم. يعني انا عمال اعمل كده، انت خدت بالك عيد بنج كده، وعمال اعمل اي حاجه. انا مش عارف اسكت، انا شخرت غصب عني. فيعني التراك مودي في حته، البيت قصدي البيت مودي في حته، وهم على البيت مودين في حته، الاثنين مش يعني الاثنين مش متقابلين. الدموع صاحبة عينيا والمقاس حكتها ليا، ومحدش جنبنا غير نفسي، فما كلمنا انا كل شويه. اللي عايز اقوله لك يعني بمعنى اصح ان البيت مش لايق على اللي بيتقال عليه، اذا كان قوي بالنسبه لعصام صاصا ولا اذا كان من منطقه راب زي ابو الانوار. يعني في كلام كتير قوي انا عايز اقوله على ابو الانوار. ابو الانوار انا ما شفتش منه جزء من مستواه في التراك، معرفش بقى اذا كان هو قاصد يعمل حاجه زي كده بما انه نازل على مهرجان، فانا مش متاكد منها دي، مش ماسكها ما اكدبش عليك يعني. بس عامه ككواليتي للتراك كله، انا التراك كله عادي يعني، بالنسبه لي عادي قوي وتحت العادي بشويه، لان ده ولا مهرجان بسمعه لعصام صاصا في الترند دايما او في الشارع بمعنى اصح دايما، ولا تراك لابو الانوار في قوه بانش لاين، في قوه تشبيهات، في المنطقه اللي احنا متعودين عليها من ابو الانوار. عارف اذا كنت انا بتكلم، المشكله انا بتكلم جد دلوقتي، انا عايز اهزر بس داخل اتكلم بجد. فانا يعني انت مش عارف اقول لك على التراك وحش ولا لا، ما اكذبش عليك يعني التراك بالنسبه لي وحش، لان انا مش شايف مزيكا حلوه، مش شايف مزيكا دخلني في اي مود، واتنين على المزيكا، فلما تطلع كده دي يعني انا مش عارف ابني توقعات بعد كده لما الاقي كذا اسم على البيت ولا لا، ولا اسمع التراكات دي ولا لا، مانيش عارف. انا يعني انا بلبس كتير قوي في التراكات دي. قاعد بكلم نفسي من الوحده، انا متضايق، عايز لي دكتور نفسي، بعديها هرجع رايق. الموضوع مضحك والله، مش عارف اجيبها لك ازاي ان التراك وحش، بس مش عايزك برضه تهاجمني يعني، برضه عايزك تبقى معايا على الخط. فتعالى نشوف برضه ابو الانوار هنا بيقول لك ايه. قاعد اكلم نفسي من الوحده، انا متضايق، عايز لي دكتور نفسي، بعديها هرجع رايق. شكرا. يعني انت فاهم اللي وصل لك مني عامل ازاي؟ بما ان ابو الانوار كان فاكر انه نازل على مهرجان، فما تعبش لنفسه الوهله، انت لوهله حرفيا، لوهله تقريبا. ده ارتجال قدام المايك بتاع ابو الانوار تقريبا، ارتجال، واللي هو ادنى حد للارتجال، ادنى حد اللي هو انت ممكن تحط سقف لنفسك، اللي هو انا نازل في مهرجان بالنسبه للرابر يعني، ده بالنسبه للرابر. ده احنا هنفترض ان ده بالنسبه للرابر، رابر معروف اسمه ابو الانوار. بعديها اجيبها جون والناس تسقف، داخل المكان بفرس ميم واحمد السقا. يا اخويا اهدى بس وقول لي مالك، شكلك متضايق ما تقولش لا. انا مش عايزه يزعل مني، حتى لو هو اللي بيتفرج على الفيديو، فانا مش عارف اكمل يعني. هقول لك استنى بقى والله العظيم لا نكمل. ابو الانوار بيقول لك ايه، بعديها هجيب جون والناس تصفق داخل المكان بفيرس ميمو احمد السقا. يعني ما ده ارتجال حرفيا، ارتجال. يا اخويا اهدى بس وقول لي مالك، شكلك متضايق ما تقولش لا، ده مع السقا. عايز اجيبها لك والله العظيم بطريقه حلوه، عايز اجيبها لك بطريقه انك ما تشوفنيش ان انا بهاجم الشخص ده. انا بحب تركات ابو الانوار قوي، وبحب مهرجانات عصام صاصا جدا، تمام، بس انا مش عارف اجيبها لك ازاي يعني. التراك وحش، ومش عارف اجيبها لك ازاي ان انت ما تشوفنيش ان انا بهاجم حاجه زي كده. انا مش عايزك تشوفني هجومي شويه على التراك، بس انا بحب الاثنين عامه وبسمع لهم. فيعني واجب عليا طول ما انا بسمع تراك وبقول عليه حلو، واجب عليا برضو لما اسمع حاجه وحشه اطلع اقول عليها وحش. وبصراحه التراك ده بالنسبه لي انا مش وحش اللي هو ما يتسمعش، لا عادي، ده يتسمع كمان ويشتغل في افراح، بس مش الجوده اللي انا كنت منتظرها بمعنى اصح، مش الجوده اللي انا كنت منتظرها بحجم اسمين زي عصام صاصا زي ابو الانوار بالنسبه للي بيغنوا. وبالنسبه للبيت فانا ما اعرفش مين اوزي بصراحه، بس اللي عارفه كيمو الديب، يعني عارف انه بيعمل بيتات حلو، هو الراجل فعلا هو شغلانته انه بيعمل مزيكا حلو. فبصراحه ما كنتش مقتنع بان في اتنين على المزيكا والمزيكا تطلع كده، وان ابو الانوار موجود في مهرجان ويعمل كده، ده في حاجات غريبه بتحصل. فبس انا مش عايزك تزعل مني يعني لو قلت حاجه ما عجبتكش، وانت برضو انا حابب اسمع وجهه نظرك في التراك ده، لو انت سمعته عامل ايه يعني، انت شايفه ازاي التراك ده، حلو ولا لا؟ مستوى ابو الانوار فيه
حلو ولا لا، عصام صاصه، كيمو الديب، اوزي، برضه عايز اسمع وجهه نظرك برضه، فتقدر تشاركني تحت فيها بالكومنتات. حسيت ان برنامج تلفزيوني قوي ده. المهم يا اسطى، فبس كده يا زميلي، يعني ما انت يعني شهيصني لايك سبسكرايب الحاجات الحلوه دي. انا وحشني ان انا اعمل رياكشنات تاني في المفروض برضه في تراكات نازله تاني، احنا موجودين مع بعض. ده يا جدعان والله العظيم في حوالي 7 فيديوهات منهم 4 تراكات، يعني التراكات دي خلاص ايه، التراكات دي عدت عليها تقريبا 3-4 شهور، الفيديوهات بتاعتها لسه موجوده وعايزه منتجها وانزلها. فيعني في جهد كبير جاي، يعني حتى لو مفيش حاجه جديده فانت هتشوف حاجات قديمه هي اصلا متسجله من الوقت اللي نزلت فيه. بس يعني لايك شير سبسكرايب، ابعت لي $1,000,000 اكون شاكر ليك جدا، وبحبك والله العظيم، واتمنى اتمنى انك تعمل الحاجات الحلوه دي اللي بتفرحني دي. فبس يعني سلام يا اسطى، سلام يا اسطى. انا مش يعني